معي الآن حول هذه الزيارة المرتقبة الأسبوع المقبل محمد آدم المقراني المحامي والباحث القانوني من باريس. محمد آدم المقراني، مساء الخير. بداية، إعلان موعد هذه الزيارة لنونيس للجزائر، هل هي بداية حلحلة؟ نعم، بعد التحية. يعني هي في نهاية الأمر عم بداية حلحلة، وهي مؤشرات أولى على ربما استعادة التعاون التقني، مم. ليس استعادة التعاون على المستوى الاستراتيجي، باعتبار أن العلاقات على أعلى مستوى لا زالت معلقة بين الرئيسين، كل رئيس تبون ورئيس ماكرون. لكن أكد لغون نونيز منذ اعتلائه أو منذ تسميته على رأس وزارة الداخلية في فرنسا أنه بحاجة إلى استئناف التعاون التقني مع الجانب الجزائري، أولا في جانب أول متعلق خاصة بتبادل المعلومات الاستعلاماتية والاستخباراتية، باعتبار أن فرنسا بحاجة إلى المعلومات الأمنية من الجهة الجزائرية، أولا بالنسبة للجزائريين المتواجدين في فرنسا، أو كذلك بحكم تموقع الجزائر على مستوى منطقة يعني الساحل والصحراء، باعتبارها تقع في منطقة شمال هذه المنطقة. كذلك فرنسا تحتاج إلى تعاون جزائري على مستوى مم. كذلك مكافحة المخدرات وشبكات تهريب المخدرات. وفرنسا اليوم تقود يعني على يعني الرئيس ماكرون منذ أيام قليلة قاد اجتماعا على أعلى مستوى، يعني في علاقة بمكافحة المخدرات، وبالتالي لغون نويز يحتاج التعاون الجزائري، إضافة يعني إلى استئناف التعاون، وهذه المسألة الشائكة بين الطرفين، استئناف التعاون على مستوى يعني المهاجرين بصفة مم. عامة، باعتبار أن فرنسا ترنو إلى يعني تكثيف أو يعني تكثيف أو الترفيه في عدد الجزائريين ممن هم في وضعية غير قانونية، الترفيه في عدد المرحلين. لكن الجهة الجزائرية وعلى لسان الرئيس تبون في نهاية الأسبوع المنصرم أكد على وجوب احترام الاتفاقات الثنائية، وأن ذلك لا يخضع فقط للقانون الداخلي الفرنسي، بل يخضع كذلك للتعاون بين الطرفين والاتفاقيات المضادة في هذا إذا الصدد. ملفات ساخنة ستطرح ربما خلال هذه الزيارة للوران نونيس للجزائر. تحدث عن المهاجرين، عن تبادل المعلومات الأمنية، التعاون الأمني الذي يشكل أهمية قصوى بالنسبة للجزائر. أيضا هناك قضية خلافية كبرى بين الدولتين، قضية الصحفي كريستوف غليز. هل يمكن التطرق إليها في هذه الزيارة؟ قطعا، باعتبار أن هذه المسألة تم التطرق عليها على الأقل في زيارة سيغولين رويال، صحيح. يعني باعتباره رئيس جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية، مم. يعني بديرة حسن نية من الجهة الجزائرية، تم نقله على مستوى السجن، الإقامة إلى السجن بالجزائر العاصمة. وبالتالي قطعا الجهة الفرنسية ستتطرق إلى ذلك ولإمكانية إصدار لربما إعفاء عفو رئاسي في حق كريستوف غليز. يعني لا ينتظر أن الجهة الجزائرية أن تتجاوب فورا أو بصفة فورية مع هذا المطلب، مم. لكن ربما قد نشهد نفس المسار الذي حدث مع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام سنسال، مم. بتدخل أطراف ثالثة، كما لربما تكون الجهة الألمانية أو الجهة الفرنسية أو عفوا الجهة الإيطالية، أو تكون في إطار محادثات ثنائية بين الجهة الفرنسية والجزائرية. لكن ذلك طبعا مقترن بما ستقدمه الجهة الفرنسية في المقابل، باعتبار وأن الرئيس تبون أكد أنه ليس للجزائر يعني أن تقبل بزيارات مشروطة، وليس مم. للجهة الفرنسية أن تملي شروطها على عندما الجهة تحدث الجزائرية. نونيز عن شروط، قال تبون بأن الشروط تخص الجانب الفرنسي فقط. بالتالي ما الذي تنتظره الجزائر أيضا؟ يعني الجزائر لربما تنتظر مزيدا من التعاون في اولا تقليص الضغط على الجهه الجزائريه في علاقه بمساله الهجره، باعتبار وان الجزائر اليوم صارت محل يعني ورقه انتخابيه على مستوى ورقه مزايدات انتخابيه على مستوى الداخل الفرنسي، تنتظر على الاقل من الجهه التنفيذيه الفرنسيه حاليا ان لا تستغل هذه الموقف. كذلك ربما قد تنتظر دعما من فرنسا او تماهيا ان صح التعبير، ليس في علاقه بمساله الصحراء الغربيه، باعتبار وان فرنسا ذهبت إلى نقطة اللا عودة في هذا الصدد، لكن ربما دعم الجزائر في علاقة بعلاقاتها مع دول الساحل والصحراء، رغم أن فرنسا لديها بعض التوتر مع هذه مم. المناطق. لكن اليوم الجزائر لديها يعني بعض العلاقات متوترة إن صح التعبير، ربما مع الإمارات، بعض الدول على مستوى المنطقة، مهم. وتنتظر لربما تماهيا أو دعما من جهة الفرنسية، وخاصة على المستوى الاقتصادي دعم الجهة الجزائرية في إطار التفاوض في علاقة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،
باعتبار أن هنالك بعض التوتر الآن. إمم. هنالك يعني تم اللجوء إلى التحكيم كيفما تم التنصيص عليه ضمن هذا الاتفاق، والجزائر تعتبر أن فرنسا هي الجهة المعطلة لإعادة التفاوض حول هذه الاتفاقية، طيب آدم وبالتالي المقراني. لربما هذا قد يكون من شروط الجزائر. آدم المقراني، وباختصار ذكرت سيغولين غويال قبل قليل، هل تعتبر بأن ربما زيارة سيغولين غويال هي التي أوصلت إلى هذه الزيارة التي سيقوم بها نونياس الأسبوع المقبل للجزائر، وهل يمكن أن نتوقع أن يقابل نونياس تبون؟ يعني أولًا تم التأكيد على لسان وزارة الخارجية وزارة الداخلية أنها ليست في الفرنسية أنها ليست في مهمة رسمية، لكن ذلك إمم. يندرج في الدبلوماسية الناعمة، ولا يمكن أن ننكر أنها حركت المساعي في هذا إمم. الصدد. بالتالي إلى حد الآن ليس هنالك تأكيدات في علاقة بمقابلة نونيز للرئيس تبون، لكن إن توصل الجانبين على أي وزير الداخلية الجزائري والفرنسي إلى بعض التوافقات على مستوى اجتماعاتهما التقنية، نعم قد يمكن أن نشهد لقاءً لربما بنهاية يوم الثلاثاء بين اهم. رئيس تبون ووزير الداخلية، لكن ذلك مقترن بمدى التقدم في المسائل الخلافية التقنية وخاصة مسائل الهجرة. أشكرك محمد آدم المقراني، المحامي والباحث القانوني من باريس.